السلام عليكم. دلوقتي كلكم عارفين ان كان في مشكلة بين شيرين وشركة روتانا. شركة روتانا عايزة شيرين تعمل حفلات لايف. آه، شيرين قالت لهم لا، الحفلات بتاعت اللايف دي رزق ورزق عيالي مالكمش بيها، انا بسلمكم الاغاني بس وانتوا تذوقوها. حصل الخلاف بينهم جامد، وصل لدرجة ان هيبقى فيها قواضي او فيها غرامات جامدة على شيرين، ان شيرين كده اخلت بالعقد، وهي بتقول لا هم اللي اخلوا بالعقد، لانه كان المفروض يعملوا دعاية للاغاني بتاعتي الاول قبل ما تنزل. الاغاني بتاعتي بينزلوها من غير اي دعايه خالص، ودي مخالفه للعقد، يبقى هم اللي خالفوا العقد. روتانا قالت لا، هي اللي خالفت العقد لان المفروض تعمل حفلات لايف، هي قالت لا حفلات اللايف لا. المهم الخلاف وصل بينهم لدرجه جامده من من المشاكل. راحت شيرين عمرو اديب استضافها في البرنامج بمكالمه تليفونيه، قال لها بس كده انت، هم بيقولوا ان هم هيشيلوا اغانيكي كلها من على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام وي وي وي. فقالت حتى لو شالوا اغانيه كلها مش هيفرق معايا، ان شاء الله نزلها على البوتاجاز. وانتهت المكالمه بكده. فوجئنا النهارده ان شيرين عملت اكونت سميته البوتاجاز، ونزلت عليه كل بعض اغانيها وحاجات ليها وكده، وماشيه في الطريق فعلا. وسبحان الله الاكونت بتاع البوتاجاز ما شاء الله عمال يزيد يزيد يزيد، ويعمل ريتنج جامد، ولسه نازل ما بقالهوش 4 ساعات. آه، كفاح جامد من شيرين. ما بتستسلمش، مش فارق معاها. عارفة ان هي ليها اسم وليها نجومية، والناس كلها هتقف معاها، والناس بتساعدها، والناس بتحبها وبتحب صوتها وبتحب اغانيها. وربنا يجعل اللي فيه الخير للجميع ويوفقها. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.